السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه واحد الاخت عندها 34 سنه، هي الاخت فاطمه من سلام. مرحبا بك لاله فاطمه. بارك الله فيك سيدي. كي دايره لاله؟ الحمد لله الحمد لله. لاله فاطمه، انت عندك 34 سنه؟ واه عندي 34 سنه ومزوجه، عندي جوج وليدات. مزوجه، عندك جوج ديال الوليدات. منين؟ عندي بنيته كبيره. عندك بنيته كبيره؟ هي اللي عندي هي اللي المشكل ديالها اللي بغيت نتكلم عليه دابا. واخا سمح لنا نبداو معك القصه ديالك من الاول وغير بشويه عليك لاله فاطمه وخذي بلاصه تريحك. واخا تفضلي. انا قبل ما نتزوج بهذا الراجل هذا بين وليداتي لدابا حاليا اييه كنعرف واحد السيد. اييه داك السيد كان جا لدارنا وخطبني وهادي. اييه كان با مازال عايش الله يرحمه. جا خطبني وهادي قال لي باني كتابه ما غنعطيها لك. بقات ديك العلاقه بيني وبينه. اشنو كان كيفاش اشنو قال له الوالد ديالك؟ قال له زعما اذا انا عاطيها لك زعما الا كتبها لك الله راه غادي تاخذها. اييه وصافي بقى كيجي عندنا للدار وهادي وتيمشي مدة العلاقه راه شي 5 سنين بيني وبين داك السيد. اييه وواحد النهار لقيت راسي حامله منه. اييه لقيت راسي حامله منه. اش من مده هذه؟ شي مده 15 عام دابا هذا الواحد شي هضره 15 عام. مرحبا لاله فاطمه، تفضل لاله. لين لقيت راسي حامله منه قلت عليه، قال لي سيري حيدي. قلت له ما نحيدوش راه ما يمكنش لي انا نحيد هاد اللون. قال لي لا غير حيديه ومن بعد نصلحوا الموقع. انا ما غنحيدوش. صافي بقات القضيه تا ولدت ديك البنيته. منين مشيت للسبيطار ولدتها وقفت معايا واحد السيده صاحبتي وهادي وامي. ولدتها وجبتها معايا للدار مع ديك صاحبتي اللي كنت جالسه معاها. زعما ديك صاحبتي قالت لي شوف انا بنهزو البنيته ونديوها له الله زعما قلبو يحن ولا شي حاجه فهمتيني. يشوف ديك البنيته قلبو يحن عليها وهادي يدير معاك شي حاجه. هادشي مني بلاتي وانت مني كان هذاك الحباله منه وداك الشيء قلتي ليه بانه راه هي قلتها له وقال لي حيدي وانا ما بغيتش نحيدو. انا ما بغيتش نحيدو. قلت له انا ما نحيدوش. وما كانش عندك شي تخوف مثلا من الدار ولا شي؟ عندي تخوف من با، وكان با ديك الساعه الله يرحمه مازال عايش وكان خوتي. وكان واحد خويا كذا كبير دابا كان داير عليا شويه الضغط وانا عندي مشاكل. المهم داك الشيء مع الوالد ديالي الله يرحمه الله يسامح ليه. اييه فهمتيني. هي هذيك منين انا ولد ديك البنيته تخيلت السبيطار ما جاش عندي يطلع عليا ولا قال لي كي بقيتي ولا هادي ولا هو صافي قال لك حيديه صافي فينا ضروره صافي حل المشكل هو فينا ضروره. صافي حل هو المشكل. ولكن المشكل انا عندي مشيت عشت مع صاحبتي جلست معاها وعاوناتني وساعدتني مسكينه الله يرحم ليها الوالده حتى ولدت. وجات هي مسكينه كانت كتجيب لي كلشي في السبيطار وهذه هي امي. فاش انا ولد ديك البنيته جبت معايا للدار عند ديك البنت صاحبتي جلست معاها. قالت لي صاحبتي مسكينه بحالك وانا مريضه ومهراز وواحد الحاله فيها لا ما نعاودش لك. راك عارف المراه ملي كتكون والده والنفس ديالها الثانيه ما مرتاحاش. طبيعة الحال خاصة الا كانت في موقف بحال هذا وقلت لها قالت لي شوفي غير نديوها ليه ربما قلبو يحن عليها ولا شي حاجه وهذه. قلت لها شوفي كذا ما يبغي تفهم دير لك خاطرك وصافي. قالت لي غير يلاه جبتها ليه. هو قال لي لا صفصف غير ديها من البرد ديها زعما قلبو ما حن عليه حتى شي حاجه. هذاك السيد ما فهمتوش قلبو ما جاش ديك البنت ولا شي حاجه. قالت اش ديري شوفي كي ديريها ولا. قالت لي صاحبتي شوفي اجي نخليوها انا وياك ونربيوها. قلت لها شوفي انا راه مريضه وما نقدرش على البنت نربيها. قلت له عندي خويا راه مشكله وعندي برا ما عارفش. قلت له انا خويا خبره ولا عندي مشاكل مع العائله. قلت لها هي هذيك. قلت لها شوفي قلت لها انا حل واحد غنشوف شي ناس اللي ما تيولدوش وغنعطيها لهم يربيوها. المهم قلت انا غنشوف بنتي قاريه واحسن وحده وعايشه بخير وداك الشيء. هذيك هي الدنيا انا ما بغيت والو من الدنيا هذه. هي هذيك فعلا جات واحد السيده كانت ساكنه حدانا اونصاص معانا. جات ليا واحد المراه هي هذيك ديك المراه ما كتولش معناش الوليدات. قالت لي شوفي عطيها ليا انا غنربيها وهادي وغنصاوب لها الورق. قلت لها شوفي انا الحاجه الوحيده اللي عندي هو البنت تكون عندها الوريقه ديالها تكون عندها الوريقه ديالها وتكون كتقرا.
تقدري تاخدي مكان يقدر يريحك شويه، وفي نفس الوقت الوليدات دابا وداك الشيء راك عارفه. البنت الصغيره شويه معليش طمئني الوليدات وخليهم يرتاحوا وينعسوا في حالتهم وداك الشيء وحنا معاك. واخا قلت لها شوفي، انا ما بغيتش حاجه منك، انا بغيت حاجه وحده، بغيت تربي احسن تربيه وبغيتها تقرا. المهم عندي انا لي بنت تقرا. شنو هي كانت اقترحات عليك باللي تبقى معاها بنتك؟ لا قالت لي زعما انا نربيها، وهذه هي الكبرى فعلا داتها ورباتها وقراتها، ولكن الاب ديالها شحال نقول لك راه اللي رباها الله عمر ما يقدر داك السيد. صوب ليها الوريقه ديالها السميه ديالي انايا، فهمتيني؟ هذا راجل صاحبتك هذا؟ لا هذا رجل بين قلت لي المراه اللي ربات البنت. رجل المراه اللي ربات البنت هي رباها، ما خلى ما دار ليها وقراها. دابا البنت راه عندها 15 عام. هذه البنت ملي دارت 15 كتمشي كتقلب، دارت يا ربي 7 سنين. ملي دارت 7 سنين كتلقى هذاك الورق، كتلقى سميتي انايا في الورق في داك ديال الملف ديال المدرسه. قلت لهم كيفاش نتوما ماما سميتها فلانه وبابا سميتو فلان وهذا الورق ديالي فيهم زعما عليا انا الاسم ديالي والكنيه ديالي، ما فهمتش شنو هادشي هذا. وعاودوا لا قالوا شوفي حنا راه بنتي غير ربيناك وهذه. قلت لهم فين عائلتي؟ قال لها امك راه كاينه ولكن باباك حنا ما كنعرفوش. ما عرفناش واش مات ولا عايش ولا ما كرهها مازال عايشه. صافي قالت لهم انا ما بقيتش بغيت هاد الام اللي عزيزه عليا، انا ما بقيتش بغيتها. دابا كملت 15 عام. ملي كملت 15 عام وليت نقول لهم شوفوا انا ضروري انا بغيت نشوف ماما. ماما اللي ولدتني بغيت نشوفها. وانت هذيك المده اللي زعما حطيتي عندهم بنتك، واش كنتي كتعرفي هذه العائله؟ كنتي كتعرفي فين ساكنين؟ انا فاش عطيتهم البنت دازت واحد المده، مشيت سولت عليها كنلقى البنت كتقرا بخير وعايشه بخير وفي مستوى احسن عيشه. قلتي بلا ما نبقى تنجي نضايقهم ولا عقلها ونعرفها، والبنت خاربق وداك الشيء. انا ربي لقيت واحد داز المده، لقيت واحد ولد الناس اللي خدا ليا بيدي. خدا ليا بيدي مسكين وشد من يدي وجرني ودرت معاه وليدات وليد وبنيته. نعم. ولكن هو في راسه الموضوع. عاودت ليه من الاول. انا ما نبغيش نبني حياتي على شي حاجه كذبه. نعم. ومن بعد تكون البنت هو اللي عازمني في المشاكل. نعم، كاين حالات كثيره عشنا معاهم هذا النوع من المشاكل. قلت ليه شنو كاين قال لي شوفي دابا حنا داك الشيء من بعد داك الشيء غنحلوا لك المشكل. فعلا قلت لك البنت جات دارت 15 عام قلت لهم بغيت نشوف ماما. جات السيده كتقلب عليا حتى عارفاني فين كاينه. جات كتقلب قالت عندي امي، قالت لي امي واش بنتي ما سولتيش بنتك هاد المده كامله؟ قال لها راه سولت فيها ملي كانت صغيره ولكن قلت لها واش تخربق لها راسها. علاش زعما شنو المشكل؟ قالت لي شوفي راه المراه اللي رباتها غير كتقلب عليك. قلت لها بغيت نشوفها. هي قالت لي شوفي السيمانه الجايه راه غادي تجي تلاقي معاها. لا واخا هي هذيك بقيت جات عندي شافتني السيمانه، جابت البنيته قالت لي جات عندي ام الدار قالت لي شوفي نوضي لبسي حوايجك ويلا تجمعي هادشي معايا. ما قالت لي والو، ما قالت لي زعما راه بنتك كاينه برا ولا شي حاجه. شكون هي اللي قالت لك هادشي؟ الام ديالي امي. قالت لي نوضي لبسي حوايجك ونوضي تمشي معايا. بس انا لبست حوايجك نقول لها غادي يقول لي شنو كاين انت هذا جراني بحال هكا. قلت لها شوفي راه بنتك كاينه راه كتسناك راه بغات تشوفك. والوالده كان في خبارها كل شيء هي؟ لا مسكينه في خبارها كل شيء. هي هذيك مشيت انايا كنلقى البنيته بنت ما هو واقفه وداك الشيء. هي ديك تخيل انا نتسنى باش عافاك ما نقدرش. خليك معايا لحظه يرتب معاك السي استاذ المساله باش طمئني ولدك، لانه بنتك ولا ولدك هما اولى. طمئنيهم جلسيهم في مكان يقدر يريحهم خاصه بالليل هذا، ونقدروا نتواصلوا بشكل اللي هو مزيان باش نقدروا نوصلوا للبوح ديالك والكيفيه اللي تقدر تعطينا البوح ديالك بواحد الشكل اللي هو مزيان. لانه على كل حال حنا بالليل وكنكونوا مستمعين، حنا كنصغاو بالليل
غالبا يعني حتى في هذا الوقت ديال الليل كنبغيو ان الوليدات حتى هما تيكونوا انهم مهدنين في مكان ديالهم مرتاحين. حنا كنعرفوا بزاف الامهات في احايين كثيره كيتكلموا معنا، ولا لا حتى الاباء تيكونوا وليداتهم يعني في تنبغيو نحطوهم في مأمن باش ما يكونوا الوليدات يعني حنا كنعرفوا باللي الوليدات بالليل كيفيقوا كيلقاو والديهم ماشي حداهم، تيبغيو يطمئنوا على انهم مزيانين. على كل حال حنا نرجعوا معك لفاطمه. قلت لك هي هذيك منين جات قالت لي شوفي، قالت لي راه بنتك بغات تشوفك، مشيت مع الوالده ديالي. كنلقى البنت واقفه هي وما اللي رباتها واقفين. هي اللي كنتسنى انا باش غتجاوبني، ولا انا كنقول صافي البنت غادي تدور فيا ولا غتحيا عليا. ما تقول لي علاش خليتيني وهذه. هي هذيك هي يعني قالت لي بقات كتبكي. ما تخوفتيش في الاول مثلا؟ ما تخوفت، عرفتي راه غادي عندها ورجلي كيترعدوا عليا. كنقول لها شنو غادي دير الموقف ديال هذا. قالت لي انا ما بقاش فيا حيت عطيتيني. كيبقى فيا الحال حيت ما سولتيش فيا. قلت لها انت والله تسولت فيك، انا راه ما بغيتش نخربق لك حياتك. وقالت لي لا انت تزوجتي ودرتي ولادك ودرتي عائلتك ودرتي. شوفي شنو في نظرك، انا دابا كون خليتك معايا انا ما كاينش اللي غيشدك ليا، كنتي غتضيعي معايا. يعني ما كنتش اللي غادي يربيك معايا. انا ما عنديش شي خدمه مستقره غنقدروا نعيشوا انا وياك، انا كتبغي غير تقراي. هي هذه قالت لي شوفي، قالت لي انا المهم هادشي هذا المهم دابا، قالت لي صافي انا غادي نمشي بحالي ومره اخرى نجي نتلاقى معاك. لا صافي دازت من مورا سيمانه عاود عيطات ليا قالت لي يا ماما راني بغيت نشوفك، شنو نخرجوا انا وياك. قلت لها نخرج انا وياك. خرج انا وياها دزنا في الربيع بقينا كنهضروا. هذه قالت لي عاودي لي على بابا. قلت لها بنتي بابا لازم كل واحد كيدير لي مكتاب ليه. بابا انا الحاجه الوحيده اللي كنت كنعرف عليه راه كان مشى للطايين، الا كان عايش راه عايش، الا كان ميت راه ميت. انا ما بقيتش عندي اتصال بهم ولا شي حاجه. دازت المده. هما كانوا قراب من الاقارب زعما من الناس اللي كانوا قراب لكم ملي كان جاوا عند باك باش يخطبك، يعني كانوا الناس لا هما العائله ديالهم من تانوت ماشي من هنا. فهمتيني، هو عائلته داكشي، هو كان خدام غير هنا هو وخوتو داكشي. كانوا من تانوت. هي هذيك منين جلست معاها وداكشي قلت لها بنتي انا ما عارفاش شنو المصير ديال زعما ديال باك، واش باقي عايش ولا ميت ولا هادي. قالت لي شوفي، قالت لي انا بغيت نعرفو حي ولا ميت. المهم في جميع الحالات انا بغيت نعرفو. قالت لي بغيت نعرفو حي ولا ميت. هي هذيك سكت ما جاوبتهاش. دازت واحد السيمانه جات عندي هنايا للدار قال لي راجلي شوفي انا عندي قال لي 2 وليدات وهي الثالثه. ما قال لي ما عنديش وليدات وانا خلي هي بنتي هي الثالثه هي تكون بنتي. يعني جات عندنا للدار هذه جلسات تفوتها، بقى الدار عندي مسكين كيتعامل معاه زوين، كيفاش لها التعبئات صافت لها كل شيء، صافت لها هذه ما كيخليها حتى من حاجه. واخا ما تكونش انا كيجيب لها كلشي داكشي اللي بغات. بقات معاك شي مده؟ بقات معايا سيمانه اللي جات معايا في الدار. هي هذيك واحد النهار خرجنا انا وياه بحال هكا تندورو وحنا كنهضروا. صافي دارت فيا خويا مصطفى بواحد الدوره. قلت له شوفي عمري ما نسمح لك، عمري ما نسمح لك خليتيني ومشيتي. قالت لي انا بغيتك توريني با. شوفي قلت لها بنتي انا ماشي نبغيك ما نوريكش با، قلت لها انا ما عارفاش فين كاين، انت خصك تعذريني انا راه ما عارفاش فين كاين. انا 15 عام هادي. هي هذيك دازت واحد السيمانه اخرى انا جايه وانا ما شكون لقيته، ما لقيت غير صاحب الشارع صاحب باه. توقفت عليه قلت له السلام عليكم. قال لي السلام عليكم. قال لي اختي مالكي؟ هو غير كنت تفاجئ ما عرفكش؟ لا هو عرفني، هو راه كيعرفني ملي كنت حامله بها، ولكن بعد يعني 15 عام عرفك طبعا من بعد ما تلاقيتي. عرفني. قال لي مالك اختي فاطمه؟ تشوف هذه عرفتي شكون هي؟ قال لي ياك ما بنت فلان. قلت ليه هو علاش عرفها؟ قال لي كتشبه ليه. قال لي ياك ما بنت فلان؟ قلت له قال لي شنو زعما شنو؟ قلت له شوف الله يرحم لك الوالدين انا نطلبك واحد الطلبه الا كان زعما رحمه الوالدين عندك. قال لي مالك شنو باغا؟ قلت له شوف انا راه باغاك هاد البنت هادي توصلها باها ولا تعطيها الادريسه ديالو ولا تعطيها الكنيه ديالو تواصل معاه، فهمتيني؟ هي هذيك عطيتها ما تعطاها هو الكنيه ديالو. قال لها شوفي هو راه عايش برا
وراه عنده 2 الوليدات وراه خصو خير وراه مزوج وراه هادي. قلت لها صافي، قلت لها انت هضري معاه، تدوي مع بنتي وهادي فربما زعما انت يقدر يدير معها شي حل ولا شي حاجه. هي قالت انا بغيت يعترف بيا بحاله مدنيه، انا بغيت نعرفو بغيت يعترف بيا. هي هادي قلت لها شوفي، قلت لها هي كانت كتقلب على مجرد نسب زعما اب. هي بغات غير نسب، هي بغات واخا هي عندها دابا الحاله مدنيه ديري وشي محتاجه، ولكن هي قالت انا باغا هو علاش يسمح فيها 15 عام. قالت لك يسمح فيا انا هاد 15 عام، بغيت نعرف علاش السبب. شوفي انا قلت لها شوفي انا ماشي انا باك راه جو، انا بغيت نقول لك يا ربك خايب. كنشوف كل وحده بنتي كدير لهم كتاب ليه، وكل واحد انا وبكره ما تفاهمناش، راه ربما نكونوا كاع تزوجنا وما نتفاهموش ونتفاهموا. انا ما بغيتش ندير لها كاع واش خايب السيد ولا لا، نعرف في عينه خايبين وشيطانيين واش نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن انا ما بغيتش نوصل لها ديك الحوايج خايبين نتزوج البنت العقل ديالها. هي واحد المرة توصلت لها عيط لها قال لها شكون انت؟ قالت له انا هبه بلا سميات كاع، فان نتفاداو السميات. واخا انا قالت له انا راه بنتك وهادي وهادي. قال له انا باش غنعرف انت بنتي وخصني بزاف د الحوايج باش نعرفك انت بنتي، وانا نجي انا ونخسر الفلوس وشكون غيعطيني هاد الفلوس وهادي. قالت له شوف انا بنتك وعرفتي وانا كنسمعو كيعيط فيا يا خويا مستعرفه ما نعاودش لك حدي ديك الشعله شعلت وبديت ما خليتش لي زعما باش نقول نخلي هذاك الشيء ما عرفت كيفاش داك الشيء كاع تبدلت. يعني كاع داك الشيء اللي طويتوه 15 عام كل واحد فيكم انا ما بغيتش دابا نوصل عليه حوايج خايبين، ما عمري ما قلتش فيه كلمه العيب، هو جالس كيهضر فيا بكلمه العيب وديك الهضره ما كايناش كاع. حشومه عليك اشنو بغيتي مني؟ كنت اتصلتك على الحقوق ديالي كاملين ما بغيتش منك شي حاجه. دابا هو كيبغي يحاول يشرح لها بان امك اللي خايبه وامك اللي فاعله وامك اللي انا اللي خايبه ربي. هي قالت له شوف هي البنت قالت له شوف، قالت له ماما ما خايباش، ماما احسن ام في الدنيا. قالت له ماما بغات ليا الخير، قالت له انت اللي خايب وانت اللي قالت لها غتعترف بيا وبزز منك. قالت له ولا ما بغيتش نعرف عليك دعوه. قال لها انا غدا الصباح ويسرت لها ويسر قال لها وييه ورا انا هو باباك وهادي وسيمانه هو كيلعب ليا في عقلها. تخيل معايا خويا مصطفى سيمانه كل ساعه وبنتي وانا، وفي الاخر سيمانه شنو قال لي شنو خسر عليها؟ قال لها شوفي وانا اللي جيت مثلا من المغرب ودرت تحاليل وخسرت 1 مليون ولا 2، شكون يعوضهم ليا؟ هذه البنت تقول انت الطريقه الهضره لهذه البنت هذه عندها 15 عام باقا في المراهقه. كان عليك ما تقولش بحال الهضره هذه. قال شوف قلت لي اجي ولا كنت قلت لي راجل اجي وغندير دير التحليله وتصدق. دابا المعضله انه داكشي كاع اللي تويتوه 15 عام جبدتوه وكما كنقولوا حياته ولات هو ولا كيتذكر شي حوايج اللي فاتت وانتي دابا عوض ما تشوفي هذا المستقبل والحاضر والمستقبل مع حياتك مع راجلك، انت عاوتاني جبدتوا صوره الماضي بيناتكم وليتوا كتعاطوا بيناتكم يعني الكلام والتردد. انا راجلي قال لي شوف انا حاله ما عمري قال لي ما طلبت منك شي حاجه ما عمري خسرت لك خاطرك. انا حاجه واحده كمارتك ما تجيش كنمارسو من حقه. انا هذا السيد هذا من حقه. انا قلت ليه كون انا خرج لي انا الاذن قلت لك قسم لك بالله ما نعقل عليك، قلت لي ولكن لحد مازال ما عطانيش الاذن، قلت لي راه غنوقفك في المحكمه. قلت لي عاود اش غدير دابا؟ غتجي وغترفع الدعوه وغتخرج فيك المحكمه اللي كتخرج التحاليل وغتخرج التحل وغنمشي ندير التحل ولا ما كانش بنتك قلت انا خلاص كتحاليل. خصك تعرف واحد القضيه دابا هذا غير مجرد دابا هذه واحد ملاجه في الخوا، لانه مثلا هو كون كاين مثلا باغي يثبت النسب ديال بنته راه يمشي يقرب النسب ديال يدير دعوه ثبوت النسب، ومساله التحاليل والديان هذيك تتولي واحد المساله خص المحكمه تامر بالاجراء ديال الخبره وفق الامور اللي هي كتشوفها واش سليمه ولا. وهذا واحد السيد بعدا اصلا هو ما كاينش. هو دابا المشكله هاد الفكره مع التليفون دابا هو كيقول لك انا دابا اللي شافها كيقول لي هاد السيد هاد البنت كيقول لي راه بنتك، شتي البنت راه كتشبه لي قال لي البنت راه بنتك واللي شافها
في نهايه المطاف هو ما كاينش، هو في نهايه المطاف ما كاينش. وكي كما كنقولوا هو مره كيعيط لها كيقول لها انت بنتي وكيف يعني يعني توصل البنت طمعها، يعني مسكينه وصلها لواحد الحاجه، يعني تيقول انت بنتي وفعلا انا وباك وغنجي نديك معايا وصيفط لها التصاور ديال ولادو قال لها ها خوتك، فهمتيني؟ وفي الاخر وصلت لواحد المسافه ورخاها تهود. فهمت؟ هي اللي بقى فيا الحال، والبنت كون كانت عارفه تتحمل. دابا البنت كدوك لانسولين، يعني لانسولين فين كتجي كتاكل خاصها تدوك لانسولين، عندها السكر. والبنت مع من عايشه هي؟ دابا البنت عايشه مع هاد الناس اللي باها، ولكن كتجي عندي انا كدوز سيمانه كتجلس معايا المرة في الحد ملي كتكون عندها القضيه ديال العطله. ملي كتكون القضيه عندها العطله كتجي تجلس معايا. انا بغيت نعرف هاد السيد هذا شنو المشكل اللي عندك معايا؟ واش انا تسامحك؟ قالت لك انا سامحه لك. دابا انت هي الاخت في الحقيقه بيني وبينك شاريه وجع الراس لراسك. شنو غندير؟ انا راه حرطه انا وليت عايشه. السيد ما كتربطك ما حتى شي. حيت هاد السيده اللي كتكلمي عليه انت مادام انك ما تابعتيه لا بالاقرار ديال النسب في الوقيته ولا مثلا يوقع الحمل، ما انا ما نقول لك لا غلطتي ولا ما غلطتيش، داكشي المهم انا كنقول شي غلط، انا سالا ما تابعتوش داكشي سالا ايام وسنين سالا وداز على داكشي. تيبقى دابا واحد الوضع اللي للاسف دابا انت دابا كتكلم معانا حنا دابا واخا ما كنشوفوكش كنسمعوه كما كنقولوا كتغزلي من الداخل على واحد الشيء اللي انت مادام انك ما درتي فيه حتى شي حاجه اذا صافي سهل الامر. دابا اللي خصك تردي ليه البال هو ان هذه البنت مادام انها حداك وانت كتجي عندك كل سيمانه راه ماشي كتجي تحاول قلت لي واش كاين حداك دابا قلت لها حداك راه معاك راه حداك مادام انك كتشوفيها كل سيمانه وكتواصلي معاها راه حداك. وهي كتقول لك ماما ندير عليه دعوه ماما واش ماما شنو غديري واش ماما كل نهار كتبغي عرفتي كتضغط عليا بزاف وانا ما كنقدرش نبقى نجاوبها حيت عارفه البنت مازال واش نقول لك اخويا مصطفى البنت تبارك الله ما شاء الله راه كتجي في المدرسه هي الاولى. راه الاساتذه كيقول لك البنت عندها مستقبل شنو نقول لا اله الا الله راه زعما انت هاد البنت ديالك غادي تحطي معاها ورقه وستيلو غتحطوا الايجابيات والسلبيات. دابا في نظرك انت دابا الا جا هاد باها واش غيقضي ليها شي حاجه؟ اش غيدير ليها كاع؟ ها هو كاع على لا هاد المحكمات بدات مع ان مساله اجراء الخبره راه عندها مسطره وامور اللي هي قانونيه انا ما غاديش نتكلم عليها، ولكن ما نفرضوا حنا كاع تبدا هاد النسب وتسيد هاد البنت عندها 15 عام ولا 16 عام نقدروا نقولوا باللي اي من الجانب الحقوقي يمكن تنال النفقه. وهاد السيد بعدا وهاد السيد ما كاينش في المغرب ما موجودش. قال لها شهر 5 قال لها غندخل وغنرفع عليكم دعوه وغنجرجركم في المحاكم. علاش؟ هو غيجرجرني انا في المحاكم. علاش؟ حيت قالك شويه السمعه ديالو راه ما نعرف داك عرفتش داك الهضره اللي تيقول هو ما كنهضرش معاه كتهضر معاه غير البنت. انا ما عمري ما هضرت معاه. شوف في نهايه المطاف هذه حوايج كتبين باللي هذه ما ابوه، لان الابوه راه ماشي واحد العدد الناس للاسف الشديد بزاف الاخوان والاخوات كيعيطوا لي خاصه اللي دايرين مثل هذا النوع من العلاقات كيتسحب لهم الابوه واش هي مجرد اسم وكنيه. الابوه راه ماشي الابوه فاطمه، الابوه راه هي الرعايه النفسيه. ولدك كتشدو كتربيه وكتحاول انك تعطيه واحد التربيه حسنه وتكون من التربيه حسنه ماشي هي تبدا تقيد ليه اش يدير ولا ما يديرش. التربيه اللي هي الحسنه هي تكون انت قدوه ولا انت قدوه اللي غادي يربي. هذه هي الابوه، هذه هي الامومه ولا الابوه هي ديك الرعايه. ومادام ان هاد البنت ما لقاتش هاد الرعايه لا منك حاليا في 15 عام يمكن مثلا تصاحبيها في هذا السن تستعن بك مثلا ترشديها ولا تعرف بعض الاخوه ديالها ولا هذا السيد بعد الله يجازيه بخير تا هو اللي الزوج ديالك، ولكن هالابوه ما متحققاش. هي قاعدات وجرات من وراء هاد الناس باش تربح كاع تربح اب ما كاينش في حياتها. قلتها شوف وغتضيع داك البات اللي مربيها ودوك العائله اللي عطوها الرعايه وعطوها الضيف عطيناها الانفاق من الوقت وعطيناها الحنان وعطيناها واحد الحضن اللي هو عاطفي خاصه في هذه المرحله ديال العمر اللي هو فيها. دابا للاسف واش اخويا مصطفى كيفاش كيتعاملوا معاها هذاك الرجل راه لا اله الا اللي بغاتها كيجيبها ليها
من اي حاجه كتطلبها تيقول لها ها هي جيبها لك. نعم اختي فاطمه. والله الحوايج كتضمن لهم غير في التليفون، تيمشي هو مسكين يتعرض لهم ويخلصهم لهم ويجيبهم. تقول انا حتى كيدخل عندي هنا وكيعيط لها تيقول لها ها بنتي انا جبت لك الحوايج اللي طلبتي. جاب لها التليفون ب5 ما كيخلي زعما شنو نقول لك، داك السيد راه ما كيخلي تيقول لك انا هاد البنت هادي انا ربيتها، قال لك انا لا حيدات ليا من قدامي غنحماق. عزيز عليه هي عقلو يجيبها ليا حتى هنا وتيقول لي عافاك من تبغي تجي انت جيبيها حتى للدار، الله يعطيك الرضا ما تخليهاش تجيب وحدها. حنا مبدئيا ما تكون معك هاد البنت ديالك يمكن لينا نتكلموا معاها في الدار، علاش لا؟ ورا ديك النهار كنا عيطنا لك باش تهضر معاكم وهي كان ما شدتش ليا التليفون، قالت لي صافي ماما خليتها لمره اخرى. ان شاء الله ان شاء الله ما هي نهار الجمعه ما عاد تجي ان شاء الله، الجمعه ان شاء الله نتصل بكم اذا شفت لي عاوتاني ان شاء الله نتواصلوا معك. انا المشكل دابا المشكل ديالي انا اللي سكت دابا بحال مثلا ملي قلت لهم شنو كاين على الاب ديالها وهذه، يعني انا ما بغيتش نرفع دعوه سكت وهذه شنو ولاو كيتهموني وانا خايفه وحيت ما عارفه شكون باها، عرفتي واحد الحاله وليت فيها وليت عايشه في شكون اللي تيقول لك هادشي؟ زعما كامل امي حتى من قلت لهم علاش كتخافي علاش خايفه منه، هو قال لهم شتي ها هي منين ساكته وما قدرت والو، يعني هي راه عارفه نمشي بنتي فهمتي، حتى هو قالها بيديه وانا راه ما خايفاش منه، انا نحترم راسلي حيت قال لي انا عينيك ما تجيش في عينه، انا ما بغيتش نضيع وليداتي عاوتاني راه عندي جوج الولاد بزاف. هذه واحد المتاهه ما خصكش تدخلي فيها سواء تقولها لك امك ولا غيرها، لانه هذه واحد المتاهه ما عندك ما ديري بها، حيت دابا اللي راه غادي شوف الا دخلتي لهاد المتاهه راه ما تخرجيش، شتي حتى هادوك الاولاد اللي معاك دابا وهذاك الراجل تقدري تضيعيه بهاد المتاهه اللي دخلتي فيها. ودابا حتى يومين ما كنعش، واحد يومين ما كنعساش، كنبقى جالسه كنفكر تيقول لي راجل شوف ياك ما بقيتش تفكري في هادشي، اللي بغيتي ياك مرحبا، اللي ما بغيتش ياك شغلو هذاك. سالينا قال لي صافي نسي هذا الموضوع هذا، قال لي انت درتي وريتيها فين كاين صافي سالينا، قال لي بغيتي ياقك يتيقك، اللي ما بغاش يتيقك هو حد راسو، قال لي علاش انت تبقاي ديري شي حاجه اللي تبتي اليوم تبرهن الانسان شنو كاين ولا شنو هادي ولا هو اب ديالها، قال لي صافي عاودتي ليه القصه، اللي بغيتي ياقك مرحبا به، اللي ما بغاش شغلو هذاك، قال لي تعصبي راسك انت وتمرضي راسك، قال لي وقعت لك شي مصيبه تخلي الولاد يتاموا. راه حتى انا دابا كنلاحظ معك حتى هادشي في الكلام بيني وبينك، يعني عاطي لهذا الشيء واحد كما كنقولوا هزاه فوق راسك جبل، واخا كما كنقولوا ما عنده حتى شي، حيت كما قلت لك في الاول الابوه راه ماشي هي مجرد اجي قيدها في سميتك، الابوه راه هي كي قلت لك الانفاق من الوقت وتشد بنتك ولا ولدك وتخاف عليه وتحضنه وتحاول تعطيه، تكون انت القدوه والاسوه في التربيه ديالو، ماشي مجرد غبرتها تغبر اجي حكا لا اثبات لنا ما ندير بك انا لك كاع بغيت تكون ودابا انا بغيت نعرف حاجه وحده، علاش في الاول كنت تقول انا هو باك وسكتي لها ولادك هذا هما خوتك؟ شوف في نهايه المطاف في نهايه المطاف فاطمه اللي خصك تدركيه لا انت ولا بنتك، جلسي معها وقول لي هاد باك كاع الا بغيت نهضر معاكم اخويا نصاوب، قلت غير البنت زعما تفهموها، انا واخا كنهضر معاها في هذا الشيء ولكن كنحس بها بحال اللي ما كتقتنعش مني. انا ما نكرهش ديك النهار علاش كنعيط لكم بغيتك باش تهضر اصلا باش تدوي معاها انت، باش انا عرفتي ما تكونش ماشي مشكل، حنا فوقت ما لا بغات تكلم معنا، حنا مبدئيا ما هي بغات تهضر، قالت لي ماما ندوي معاها ما عنديش مشكل. لا مرحبا بك، دابا غير انت وهي شوف حيت اللي خصنا نقولوه ليها حتى هي، لانه وهي دابا راه يمكن الحمد لله البرنامج كيمكن لها تسمعوا بيناتنا، الا جات تشوف غير دابا ايجابيات دابا اللي عندها الحمد لله كاينه في وسط اسره كترعاها، اكتشفات كنت هي ولا غير انا كنرعاها، والدينا هذوك اللي رباوها الزوج ديالك حتى هو كتجي لدارنا خوتي ما كيخليهم ما كيديروا ولاد، دابا خوتي ولات عزيزه عليهم في الدار. الزوج ديالك حتى هو راجلي انا ما كيخليك يتعامل معاها، تيقول لي فين هذيك نجيبوا لك الحاجه الفلانه نجيبوها لك الحاجه الفلانه، وانت كون ما كاينش عتيفتي نقول لي شوفي فين هذيك الحاجه، نقول شنو بغيتي، يقول لي غنطيب ليها شي حاجه تاكلها حيت هي فيها السكر خاصها ضروري دوك لها المسؤولين. هو تيدير لها الحاجه تاكلها، وتخيلي هي ما كدير حتى شي حاجه، هو كيدير لها كلشي بيديه. شكون هو؟ مصدر عندي. الراجل ديالي ما كتكون عندي هنا ما كيخلي ما كيدير ليها، هو حتى حماق عليه، كتقول لك عمي زعما هي عقله، وتا هو حتى هي بحال كتدخل على شي خرجه كتستقجب عليه شي حاجه معاها ولا شي كادو ولا
وانا ما كتجيش ليا شي، انا اللي هما كاع والده والله ما كتجيب شي حاجه، وهي كاع زعما غير هكا. ولكن كنقول لك انا عزيز عليا داك السيد، هذاك غزال ما عندي ما نقول زعما. لا ولكن لا اله الا انا ما عندي انا حرت والله العظيم الا حرت. شنو اللي حيرك؟ شنو اللي حيرك؟ حيرني زعما واش انا دابا على ما ندير رفع دعوه، واش انا نوصل للحاكم؟ دابا راه ماشي دابا راه ماشي مساله دعوه الا تابعتي المساله القانونيه، واخا هو كيما قلت لك اودي دابا مساله هاد السيد بعدا ما كاينش، ولا بغيتي غير تبلغيه شحال خصك ديال المسالك والطرقان وفينا هو وتسناه حتى يدخل، وشحال ديال الامور. حنا كنعرفوا هاد الدهاليز المحاكم في هاد الامور هادي ما على كل حال، خاصه في الظروف ديال انا عند المحامي وسولته، مشيت عند واحد المحامي وسولته قال لي واش ما عندكش ورقه زعما معاه ولا شحال، قلت لي لا. قال لي شوفي، قال لي هادشي هذا راه كياخذ وقت. هادشي اللي كنظن باللي قال لك كياخذ شحال. قال لي المهم انت السي يدخل. قلت لي ما نعرف، قلت لي اصلا هذاك ما كيقول لك ما راهش شحال واش هو غادي يقول لك والله هذا هو. قلت لي ما عرفتش انت يدخل. قلت له زيد انا ما عنديش، قلت لنا غير البنت اللي ضاغطه عليا، وما انا راه ما عندي ندير لا بفلوس لا بوراق ولا حتى شي حاجه. البنت راه عندها ورقه، عندها حاله مدنيه، عندها الورق ديالها باش كتعالج، عندها الجمعيه الدوله، عندها كلشي. اللي خصك تستوعبيها الشريفه، لا انت ولا بنتك الا كانت هي تسمعنا ولا تقدر الا بغات ترجع لهذا الحوار اللي بينك، الابوه راه هي الرعايه. هاد السيد ما كانش في حياته حتى شي ذره ديال وقت ولا ديال الوقت لهاد البنت، اذا ماشي اب سالي والله تقدر نجي نشوف. دابا انا ما سمعتوك قلتي دوي يا بغيتي تعرفي الصراحه، قلت لها انا جبتك ليه، قلت لها السيد هذا راه جبتك ليه، وقلت لها ها بنتك ديها وقلت لها ها بنتك وهذه ولكن هو راه قال لي ديها. صافي ديك لا اله الا محمد رسول الله صافي. ما عرفتش غندير مع هاد البنت. انا كنظن باللي راني جاوبتك على عارك الا باقي سولتيني هذا السؤال، اذا ما استوعبتيش داكشي اللي قلت لك. لا عرفت انا استوعبت داكشي. دابا انا فهمتك شنو قلتي لي. نعم. انا المشكل عندي قلت لك دابا انا ملي كتقول لي ماما شوفي قلتي خصك ديري شي حاجه، خصك ترفعي دعوه، خصك كنقول لها بنتي داك الشر كياخذ وقت، واش غادي نرفع دعوه؟ قلت لها انا ما كنقدرش نمشي دابا. انا قلت لها حتى الخدمه كنت خدامه، انا جلست قلت لها البرد هذا ما كان فايت ليا تحت من الدروج ديال الحديد في رجلي، ما كنقدرش في البرد ما كنقدرش نتحرك. راه في البرد كنت كوانسه. قلت لها انت راه ما كنقدرش نتحرك في البرد، قلت لها خلي بعدا غا تيفوت هادشي. زعما انا كنسيت معاها باش تقرا وهي تكمل قرايتها وهادي. هذاك الشيء علاش هذاك هو الهدف. غتقولي لها حنا هذا هو الهدف. هذا كنقول لها شنو بغيتي، كنقول لها لقيتي قلت لها هادشي كامل كنسبق عليها انا وكنت كنجري عليه على قايتك باش تقراي. قلت لها هادشي على ملي كنسمع قلت لها تيقولوا لي اساتذه راه بنتك هي الاولى لا فلان كلشي. قلت لها كنفرح، قلت لها عرفتي شنو كنقول ديك الفرحه كتجيني كتبحال اللي ما تربحت شي حاجه في الدنيا. قلت لها شنو قلت لها بغيتك انت غتقراي وديري المستقبل ديالك، قلت لها اي حاجه بغيتيها انا معاك فيها، ما كنبغيش تخسر لها خاطرها. وكنصاحب معاها وخويا ديالها بحال تقول غير في الحديقه ديالهم زعما. شوف هاد المره غادي تكلمي معها بمنتهى ماشي الصلابه ولا الصرامه، ولكن بمنتهى التعقل. ولا بنتي اللي بالامكان ديالي كأم ديالك ولدتك وانا حطيتك في واحد المكان، وحاولي تسمعيني عافاك. قول لها بنتي انا اللي بالامكان ديالي نقدر نديرو، وانا ام ديالك وانا ما لحتكش بنتي، انا حطيتك في واحد المكان اللي غادي تكوني فيه مؤمنه. والحمد لله الله وفقني سبحانه وتعالى باش لهمني باش عطاني هاد الناس اللي عاونوني باش انت ترباي. انا هاد السنين بنتي الى شتيني ما كنتش كنسول، راني ما كنتش مفرطه. انا كنت كنتظر النهار اللي واحد الوقت لا بد ان شاء الله يجي، وفعلا جا هاد النهار. باك بنتي انا ما ملزوماش باش نقلب عليه، ما ملزوماش عليا انايا باش نقلب عليه، لانه النهار قلبت عليه وديتك بنتي عنده ما بغاكش بنتي. انا اللي عليا انني حطيتك في واحد المأمن. الحمد لله انت كتجني الثمار ديال هادشي. اختاري يا بنتي واش بغيتي تعيشي حياتك بنتي متوازنه، والحمد لله راه حنا كلنا راه اللي قدرنا الله راه تنديروه معاك، اولا بنتي بغيتي تبداي تجري من راس السراب من داك البات اللي كاين وما كاينش
راه اختاري الطريقه بنتي اللي بغيتي، راه عندك 15 عام راكي الاب اللي كداكي. كيدخل مع بنته في شي حوايج ما خصوش تقالوا اصلا. ديك البنت راه ماشي اب، هذا كما ما كنعتبروش انا كاع اب ولا انسان داك السيد. البنت ما خصوش تدخل معاه في شي حوايج ما خصوش يتقالوا لها نهائيا. طيب لاله فاطمه، انا يبان لي باللي استنفدت يعني الكلام ديالي، لانه بلغتك اللي خصو يتبلغ. لا انت وانا حاولت نعطي رسالتي لانه يمكن انت الا رجعتي وهاد البنت ديالك الا رجعت لهاد الحلقه والحوار اللي دار بيني وبينك راه تيمكن تدرك الامور كيف هي. لاله ان شاء الله نهار الجمعه الا كانت الجيره قالت لي ماما راه ما نقدرش ولي غادي نجي ندوز معاك في الحد، قلت لها اجي ان شاء الله. صافي عاد هضرت معايا قبيله يعني في الصباح ان شاء الله. صافي حضرت معايا عاوتاني كانت تدير التحاليل ديال السكر. ان شاء الله. شو واش السكر عندها هو هذاك. قالت لي ماما راه غنمشي ندير التحاليل. قلت لها صافي. ملي خرجت عاوتاني عيطات لي قالت لي التحاليل راه مزيانين. الحمد لله. صافي بنتي تبعي الريجيم ديالك وهذا داكشي اللي كتاكلي. اييه. قالت لي وصافي. الحمد لله. تبارك الله زعما ما نقولش لك انا علاش هادشي كله درتو من الاول. انا كان فيا ما نشدها ونربيها وهذه، ولكن انا كنت في واحد الحاله شفتي لا براسك في واحد يوصل. الوضعيه اللي صعيبه يعني ما تقدريش. اي صعيب انا عنديش شي حاجه مستقره، ما عنديش اللي غيشدها ليا. نخاف نخليها مع شي مرا ما تدخلش دير بها شي مصيبه ولا تطيرها ولا شي حاجه ما ندخلش شي واحد. فهمتي ما نقدرش نخلي بنتي مع شي وحده ما كنعرفهاش. امي اللي غتشدها ليا في عالم اخر، كان معبى في عالم اخر. يعني ما كاينش اللي غادي يعاونني وما كاينش اللي يساعدني، حتى اي واحد ما يساعدنيش. انا قلت اللهم نعطيها تكبر احسن ونشوفها راها كتكبر وكتقرا وهادي ومرتاحه في الحياه ديالها، ولا انا عايشه معذبه وهي عايشه معذبه وحتى واحد فينا ما مرتاح. انا قلت لها بنتي انت دابا تبارك الله ما شاء الله انا عطيتك وما كنتش عطيتك وزعما وسخيت بك، راه ربي اللي عالم بيا. انا ملي عطيتك انتيا راه وليت كنطيح في الزنقه، راه كيعيط لمو تيقول لها جي بنتك هي في السبيطار. قلت لها من موراك راه وليت ديما كنطيح، ديما كيعيط، ديما لابالا تهزني، ديما الولد يجيبني للدار، ديما ديما كنطيح في الطريق. قلت لها ماشي غادي تعطيتك زعما ومشي ترتاحي. قلت لها دوزت من موراك مده. قلت لها انا اصلا ما كنتش كاع ناويه نتزوج ولا ندير والو، تنقول صافي انا وبنتي تكبر تقلب عليا. قلت لها ولكن منين جا هاد ولد الناس وشدني من يديا وقال لي زعما اجي نديرو انا بك وليدات، يعني حتى انا فكرت تقول ضروري انا اجي واحد النهار غنكبر ما نبقاش انا ما قادره نخدم، غنلقى داك ولد الناس وغنلقى وليدات اخرين، وحتى لو انا من مع ولد الناس غير ما نكذبش عليه، غير غنصارحو باش اللي بغى مرحبا به، ما بغاش حتى هو الله يسهل عليه. قلت له شوف شنو كاين، قال لي شوف انا ما عنديش مشكل بداك الشيء، انا عندي مشكل بغيتك انت ندير معاك وليدات. وفعلا انا وياه تعاوننا الحمد لله، حتى ما كان عندنا حتى حاجه، اللهم لك الحمد، حمدتك يا ربي وشكرتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا حتى مسكين حتى ملي طحت وتهرست وبقيت ما كنقدر نتحرك، كيهزني مسكين بيدي ويطلعني في الدروج ويركبني ويمشي للسبيطار ويديني ويجيبني. راه شنقول لك داك السيد راه ماشي راه واخا ما نعرف نوصفو حتى باش نوصفو وما نقدرش نوصف لك الحق داك السيد اللي كيدير معاه اللي عمري ما شفت شي انسان. انت عشتي ما بين راجل صالح وما بين راجل طالح. وشكرا لك فاطمه الزهراء على البوح ديالك اللي تلقيناه من قلبك، وحنا بطبيعه الحال معك وجميع المستمعين كنكونوا على راديو MFM الإذاعة القريبة لقلوبكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.